مع انتشار الاخبار المتداوله في اليومين الماضيه عن شراء صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال لنادي الهلال، واللي ايضا ذكرها يمكن ضيفنا العزيز في البرنامج النجم سامي الجابر، وكان طبعا في حلقه ماضيه وزفها كبشرى للجماهير الهلاليه، وايضا التداول الصحفي عن هذا الموضوع مع كل الصحف السعوديه والزملاء الاعلاميين انه صندوق الاستثمارات العامه والامير الوليد وصلوا للخطوات الاخيره يمكن لاتمام الصفقة. وفي هذا السياق وبحسب مصادرنا العروض الجادة اللي وصلت لصندوق الاستثمارات في عام 2025 طوال هذا العام كانت تجاه ناديي الهلال والاتحاد فقط. أتكلم على عروض جادة مرت ب خلينا نقول ال الإجراءات الرسمية، يعني أخذت طابعها الرسمي على مستوى عرض جاد، ويعني يكون معك مسألة المالية والقانونية وتكون في عرض إلزام، يعني في تفاصيل تصير. هذه كانت العروض الجادة، كانت في اتجاه ناديي الهلال والاتحاد فقط. طبعا في عروض وصلت الاستحواذ على ناديي النصر والأهلي يمكن كان موجود، ولكنها ما وصلت إلى مرحلة الجدية، ما عبرت هذه القنوات الجادة على مستوى هذه الأندية. ببدأ من عندك.